ما بيفكركيش بحاجة؟ بيفكرني بإيه؟ بالرجل وطواط. وطواط إيه بس؟ أكثرية المملكة العربية السعودية شيعة يا جماعة، أكثرية المملكة العربية شيعة، أقول لها بفم مليان وأنا أعرف ما أقول. في كاليفورنيا أهم مدينة اسمها سان هوزي. سان هوزي، هوزي يعني شنو؟ هوزي هو حسين. أنا الآن لو أخير أني أبقى في الأرض أبكي على الحسين أو أروح للجنة، والله ما أريد الجنة، خليني أبكي على الحسين. بوام الدردة. قوله تعالى والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام. من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروه. والله لحم الأرنب حرام. تحرم الحشرات، ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في الجحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما. والمصحف ما أنا راضي. وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام. إيه الرجل ده؟ إذا بيضة طرفاها متساويان حرام. تقطيع الخبز بالسكين مكروه. وبعدين ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا ايه؟ مجموعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبرون أن السيجارة أصلا ما مفطرة. ليش؟ يقول هذا مو شرب، هذا لا يعد شربا وأكلا، فلذلك ليس بمفطر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحرب، ولا يقع في الحرام. حلوة دي، ياما تحت السواهي دواهي. نعم أكو حلول، من الحلول السفر. إنسان يسافر، أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم، أسافر أو كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به. مصطفى أرسله بالهدى ودين ما عاد بدي صلي، ما عاد بدي صلي. يلا يا أبو اللي ابن يا الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا دي الليلة الزرقاء اللي زي كل الصباع. لكن كلام الحرام ما بدي صلي. أتعلمون بأن الوهابية عندهم علم بأحاديثنا؟ والله أقولها أكثر من علمائنا. لا إله إلا الله. ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء الشيعة تقولون لهم يقولون لا ما موجود عندنا، موجودة في كتبنا. جهل يا فاشل. قبل مدة للإخوان وارد عندنا أن الشمس عرضت عليها الولاية فأقرت يا راجل، فبقيت مزهرة شمس. مش معقول. القمر تردد، بعث الله تعالى إليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة أذهب بها نوره. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ وقال هتلر زعيم المسلحة الألمان يوم حوصرت
إحدى طوائف قلاعه من قبل الجيش الروسي، وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد، قال تأسوا بالحسين وأهل بيتي وأصحابه. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. إنهم ثبتوا يوم ذاك التاريخ فاثبتوا إلى الروس، وفعلا ثبتت فكلت الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي بن أبي طالب. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الملح الميم محمد، واللام لا فتى الا علي، والحاء الحسن والحسين. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. الإمام الصادق عليه السلام هاي موجودة في كتبنا الروائية الأساسية. الإمام الصادق يشوف عصفور يكلم عصفور، يعني هسه هو مو يعني شيء يوصوص الشيء شو تقول ما أعرف، بس هو الإمام قال له هذا يتكلم معه. ليش تبسم يا ابن رسول الله؟ قال له هذا يريد يثبت للعصفورة قضية من القضايا، هاي ما مصدقة، فالعصفور يقولها وحق هذا إمامي جعفر ابن محمد الصادق القضية صحيحة. ودي أصدق بس قوية. كلما ذكرت الحسين يقول آدم عليه السلام خنقتني العبرة، فقص له جبرائيل تعزية، فتعانقا وبكيا بكاء الثكلى وسقطا على وجهيهما. من منكم يعرف قبر معاوية وين؟ معاوية اللي حكم الشام قبر مع شعراء وقف على قبر معاوية. تدري الكويت أصلها دولة شيعية، يعني بلدة شيعية كانت. انت تتكلم جد. أصل تكون الكويت كان الشيعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. أنه أصلا حتى عائلة آل الصباح أساسها شيعي، ذول أساسهم شيعة، ذولا من عنزة. ولا بدأ غلط على اسمع، الله دز رسول الله قال له تعال ابو جاسم اريد ادز، قال له ايش تامرني؟ قال له دز تعال للوادي نقول لهم بويا 1 2 3 4، اللي يتبعني اهلا وسهلا، والما يتبعني اسمعني يا ابويا، والما يتبعني يطب مرض، انما انت منذر لست عليهم بمسيطر. واضح؟ نزل على سطح القمر اول انسان الامام علي عليه السلام. اول واحد نزل على سطح القمر هو اللي عمل الدنيا. انا هيك بنظري. علميا من اول انسان نزل على سطح القمر؟ اسد الله الغالب علي بن ابي طالب. بالمستقبل شو فينا نستفيد من القمر؟ نحن خلقنا لعبادة الله واهل البيت. اخواني الكرام، ان رسول الله اسري به الى السماء اكثر من 120 مرة في بعض روايات الامام الصادق. حتما بعض الاسراءات كان من مسجد الكوفة. الامام المهدي صاحب الزمان قاعد ببيته، من بيته يشوف سدرة المنتهى. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بدل تروح للعمر، روح لزيارة قبر الامام الرضا عليه السلام، واصرف ما عندك من اموال عند الشيعة يا اهل البيت اللي موجودين في هذا البلد الان، بيت رب العالمين على عيننا وعلى راسنا. لكن اليس في زيارة قبر الامام الرضا قطعا اعظم من هاي العمر اللي انت جاي تأدي؟ قطعا مئات المرات. تعمل اموالك تصرف يم الشيعة، خلي اموالك تصرف يم الشيعة يم الموالين. بالحجة 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 بالحجة.